يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. حاول بعض الناس أن يأتي مثل هذا القرآن. مسيلمة مثلا بدأ يؤلف من عنده والشياطين معه وقصة طويلة حتى يطلع لك كم آية. وقف مرة مسيلمة مع عمرو بن العاص قبل أن يدخل عمرو بن العاص في الإسلام، فقال له عمرو: يا مسيلمة، يعني ما أخبارك أنت الآن نبي وعندك وحي وكذا؟ قال: أنا نبي برضو. ثم قال مسيلمة: يا عمرو، أعلمت ما أنزل علي البارحة؟ قال: وما أنزل عليك؟ سمعنا آيات. وما أنزل عليك؟ وطبعا الآن مسيلمة غير مكذب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن أنك أنت نبي، لكن أنا نبي برضو. وكذلك لما أرسل هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، أول ما يعني امسكت معاه كذا وقال أنا نبي، أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة قال: يا محمد، أما بعد يا محمد، فإن الله بعثني نبيا كما بعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بين نصفين. تكفى يا، وعلى كيفك، يعني كأنه الخالق ويتحكم في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيننا نصفين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الصحابة الكتاب، حول ولا قوة، اقلبوا الكتاب، فقلبوا الكتاب، قالوا: اكتبوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وأرسلوا إليه. فوقف مسيلمة، طبعا مسيلمة كان لا أتباع، وقف مع عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص: ماذا أنزل عليك البارحة يا مسيلمة؟ عمرو بن العاص داهم دواهي العرب، ما هو لعب، ما هو تقول لك كلمتين وصدق. فقال: أنزل عليك. قال: ماذا أنزل عليك؟ قال: أنزل علي سورة كسورة الفيل. مش عندكم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنا عندي سورة فيل برضه. قال: سمعنا إياها. قال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. خلصت السورة. مش إن أعطيناك الكوثر 3 آيات، هذه 3 آيات. عمرو بن العاص نظر إليه قليلا، قال: ها، وماذا أنزل إليك أيضا؟ قال: أنزل علي سورة الضفدع. قال: ها، سمعني إياها. قال: يا ضفدع، نقي ما تنقين، لا الماء تشربين ولا الطين تكدرين. انتهت. نظر إليه عمرو ثم قال: يا مسيلمة. قال: نعم. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني ما يحتاج أقول لك كذاب، أنت تدري أني مكذبك. حتى لو قلت لك سبحان الله يا أخي والله صلى الله عليك وسلم، حتى لو سويت نفسي معك لا يمكن، في أشياء لا تصدق يعني. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، ما يحتاج يعني أنك. فالمقصود من هذا أن كل من حاول أن يعارض هذا القرآن الفضل له بعد الله تعالى وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم في تنزيل الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات عندنا، أليس كذلك؟ مع أن موسى عليه السلام لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل قال: من هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج مر بعدد من الأنبياء، فلما مر بموسى قال موسى: من هذا؟ قالوا: محمد. قال: وما محمد؟ قالوا: نبي بعث بعدك. قالوا فبكى. حديث في البخاري. قالوا فبكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي. طبعا هو يقول غلام بالنسبة لأعمالهم، هم كانوا يعيشون 1000 سنة 2000 سنة، ف60-70 سنة يعتبر ما هي بشيء يعني. قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي. طيب هذا الموقف قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ربه ويفرض عليه الصلوات. راح النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الله عليه 50 صلاة، ورجع ومر بموسى فقال لموسى: ما فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. ما قال موسى: زين 50 صلاة، ليتها كانت 100 عشان أكثرهم ما يصلون ويجيكم كذا العذاب. لا كويس 50 صلاة شوي، ما هي بشيء 50 صلاة. لا شوف النصح وحب الإحسان للناس. قال: لا، إن أمتك لا تطيق ذلك. ارجع إلى ربك فاسأله، ما دام أنت الفرصة مفتوحة الآن، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك. فرأى قوما يأتون ويرعون يسقون غنمهم، وجد منهم امرأتين تذودان، يعني الغنم تبغى تختلط بالغنم عطشانه وهي تقول لا وتوخر الغنم. لما انتهوا الأعراب وجاءوا وغطوا البئر
خوفا عليه من أن يأتي أحد يعني يوسخ أو يلقي فيه شيئا، لم يلتفتوا إلى حاجة المرأتين، مع أن المرأتين من قومهم، وهذا خالها وهذا أقال، مع ذلك ما عندهم إحسان. موسى إلى المرأتين قال ما خطبكما؟ شوف يا جماعة ضوابط الكلام مع المرأة الأجنبية عنك، لا تطول سواليف ولا تتكلم في خارج الموضوع. جاء وقال كلمة واحدة ما خطبكما، سكت. ما جاء وقال والله نشوفكم ما رعيتوا الغنم، سبحان الله غنمكم حلوة والله سبحان الله وما شاء الله واسمان ويبدو المرعى جيد هنا ما شاء الله. كم عدد الغنم عندكم؟ والله 40 ما شاء الله. العام الماضي كانت 40 ولا لا؟ والله العام الماضي كانت 39 ما شاء الله. وين الفحل فيها وين الغنم الطيبة؟ والله ما شاء الله غنمكم طيب. ايش المدينة ايش اسم المنطقة هذه؟ لا ما يدور سواليف معاها، لا سؤال واحد بقدر الحاجة. سكت. وهن أجابتا قدر السؤال. أشكر سبحان الله كنا مستمعين. أنت أول مرة أشوفك في المكان. ما في ناس ترى يدورون سواليف، في ناس يبحث يحاول يبغي يكثر سواليف وكلام فاضي. قالتا حتى يصل حتى يعيدوا، ثم حتى ما يفي فرصة لموسى يسألهم السؤال اللي بعده ليه أختك ترعون الغنم إخوان مع أبوه، حتى يفتح الفرصة الجواب قبل لا تسأل. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلاص ما قال موسى طيب ممكن أساعدكم، لا ما يحتاج. قال فسقى لهما، على طول جاء ما شاور، ما قال طيب كم تدفعون وأنا ترى فقير ومسكين وكذا، لا جاء ونزع الحجر الذي كانوا يضعون يغطون به البئر، يحمله 10 من أولئك الرعاة. جاء موسى لحاله الحجر منك وسقى لهما ورجع الحجر مكة. ثم ما جاء وقال طيب جزاني الله خير اني انا سقيت لكما، وحقيقة انتم تستاهلون الواحد يخدمكم وممتنين لكم، ولا جاء وقف ينتظر يقولون له شكرا، لا سقى لهما ثم تولى الى الظل، راح لشأنه، هو مسويها لله ما سواها عشانها. ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. طبعا المرأتان رجع